السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. انتوا طبعا دلوقتي اول ما شفتوني استغربتوا ايه اللي انا عاملاه دوت. انا النهارده لابسه كده يا جماعه عشان الروتين بتاعي النهارده محتاج ان انا البس كده. ايه الروتين بتاعي النهارده؟ الروتين بتاعي النهارده يا جماعه روتين شعبي، بس هيعجبكم قوي 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 قوي. يعني ايه روتين شعبي؟ مش هقول لكم عشان تخشوا الفيديو وتشوفوا ايه الروتين الشعبي بتاعي. بس ما تنسوش قبل ما تخشوا الفيديو نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونخش نشوف ايه الروتين الشعبي بتاعي النهارده اللي انا هعمله اللي انا لابسه له كده. متنسوش بقى اللايكات يا جماعه. اول حاجه كده هنبتدي بيها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده يا جماعه هنعمل اكل شعبي. هنعمل النهارده مسقعه بقى وفول بقوطه، وهنعمل بصوا اكل حلو جدا جدا يفتح النفس بجد. اول حاجه كده هعملها احمر البطاطس، بس ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا كده تعملوا اللايك الجميل بتاعكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش يا جماعه التعليق حلو كده منكم، لان التعليق بيعلي من جوده الفيديو. يا ريت بقى تعلقوا لي كده ولايكات كتير كتير. انا كده اول حاجه بحمر البطاطس عشان هعمل شويه مسقعه بجد يستاهلوا بقكم. بجد يا جماعه انا مش ببالغ، عملت شويه مسقعه جنان جنان جنان. نفسي تجربوا الاكل بتاعي. دلوقتي هسلق البيض بقى. البيض ليه تكات، ايوه ليه تكات في سليقه، ما تتريقوش عليا. بصوا بقى يا جماعه، انا بسلق البيض بحط عليه شويه ملح وشويه خل. ليه بقى الملح بيطعمه، وكمان بيخليه انك انت تعرفي تشيلي القشره منه، وما بيخليش فيه زفاره. وكمان برضو الخل ما بيخليش فيه زفاره في البيض خالص، لان معروف ان البيض المسلوق بيبقى فيه زفاره. لكن لما بتحطي شويه الخل دول ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص، ويبقى في منتهى الجمال. كده حطيته على العين الصغيره عشان يتسلق براحته، وبحمر البطاطس على عين. وبعد كده هنيجي على عين تالتة كده نعمل ايه؟ شويه الفول. نعمل اللي اقول لكم التسبيكه بتاعت الفول، التحبيشه بتاعت الفول، الجمال والعسل بتاع الفول ابو طماطم اللي احنا هنعمله، او فول بقوطه زي ما تحبوا تقولوا قولوا عليه. كل واحد زي ما بيقول، او البندوره، يعني كل واحد هو وايه ولهجته في الكلام. دلوقتي هجيب بقى طاسه اموره كده وانزل فيها بشويه زيت. وبعد كده هنزل عندي بالبصل بتاعي واسيبه يتشوح تشويحه كده ايه خفيفه. يعني تخلوا بمعنى اصح البصل السخسخ. تمام يا جماعه؟ عارفين يعني ايه البصل السخسخ؟ ما تحطوش وهو ابيض كده عشان ما يبقاش ايه يقرش معاكي. بعد كده بعد ما البصله سخسخت هنزل بقرن فلفل اخضر كده حامي. بس لازم يكون حامي يا جماعه، لان الاكله دي حرشه، عايزه الاكل الحامي. انا الاكل النهارده كله عاملاه حامي ايه، بفلفل اخضر بقى وشطه وايه ومظبطه الدنيا. والبطاطس اهي بتحمر والبيض بيتسلق. زي ما قلت لكم حاجات سهله وبسيطه، بس بحب اشارك معاكم الروتين بتاعي اللي انتوا دايما بيعجبكم. الحاجات الشعبيه الحاجات الحلوه دي معظمنا بيحبها، فانا بحب اعملها. بعد كده ما البصل كده وتشوح هو والفلفل مع بعض، هبدا انزل بعصير الطماطم بتاعي واديله تقليبه حلوه كده، وابدا ان انا اطعمه بالتتبيله بتاعتي. بس اقلبه كده في قلب بعضه كويس جدا. وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايكات، ما تنسوش تشتركوا في القناه. بعد كده هنزل عندي كده بشويه ملح، ماشي، وشويه كمون. حلو الكلام، كلام جميل. لان انتوا عارفين طبعا ان الفول بيحب الكمون، ومعظم الاكل اللي معانا النهارده بيحب الكمون، فانا هستخدم الكمون كتير في الاكله بتاعتي النهارده. هبدا كده بقى انا اسفه، ابدا النهارده هبدا كده اقلب الفول بتاعي واركنه على جنب يسبك. وفي الطاسه التانية ديت هبدا اعمل التسبيكه بتاعه ال- المسقعه. هبدا كده انزل بكام فص توم عندي حلوين كده. عفوا انا مش عارفه زوري النهارده كده عمال يغشلق، سامعين صوتي عامل ازاي؟ مش هقطع الفيديو على فكرة، يعني انا عشان هكح مش هقطع الفيديو. هبدأ كده انزل بالثوم بتاعي في قلب الزيت دوت، واديله تحميرة كده خفيفة حلوة. بجد يا جماعة حبة مسقعة كانوا جمال جمال جمال، مش قادرة اوصفهم لكم. كانوا حلوين قد ايه. انتوا اخواتي وحبايبي، وبتكلم معاكم على راحتي خالص. واما ابقى عايزة كح عادي يعني خالص. فهبدأ ان انا كده بصوا التوم بتاعي احمر اهوت، بقى لونه ذهبي. هنزل عليه بشويه خل. الله 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 يا ام عبد الرحمن. بجد يا جماعه ريحه الخل كانت حلوه قوي 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 قوي. اما بتطش الطشه ديت، طشه الخل بالثوم دي بتاعت المسقعه، وطشه الخل بالثوم بتاعت الفته، بتبقى تحفه ماليه ريحه البيت كده. ودلوقتي كده انا خلاص خلصت تحمير البطاطس كلها. هنزل بقى بالبتنجان. انا البتنجان بتاعي بقطعه بتنجان رومي، بقطعه برش عليه ملح واسيبه كده على جنب ينزل الميه اللي فيه كلها. او ممكن في طريقه تانية انك تعملي ميه بملح وتحطيه فيها. وبعد كده هبدا التوم بتاعي هو والخل. اسفه يا جماعه والله بقى. التوم بتاعي هو والخل كده اما بتعملوا مع بعض، هبدا ان انا انزل
بالصلصه بتاعتي واسيبها تسبك على جنب. وكده جبت تسبيكه الفول كده القريب ليا، لان انا دلوقتي هحط الفول فاللي لسه هتسبك هرجعها ورا. بصوا يا جماعه الفرق بين الطاستين، بصوا اللي سبكت من اللي مسبكتش. برضو هنا هنزل بشويه ملح وشويه خل. بصوا بقى يا جماعه اللي سبكت بيبقى لونها مغمق واللي ما سبكتش لونها فاتح ازاي. ده الفرق اهوت. يعني انا مش قصدي ان انا اعملها كده والله، بس انا يعني افتكرت ان اقول لكم المعلومه دي دلوقتي. بصوا الحاجه لما بتسبك بيبقى لونها مغمق كده شويه، او بيبقى لونها احمر كاتم كده، لكن اللي لسه ما سبكتش لونها فاتح. هبدا كده انزل بقى بالفول. الطاسه بتاعتي دي اللي انا حاطه فيها الفلفل والبصل، انزل بالفول بتاعي كده حبه بحبه واقلبهم في قلب بعض. كميه الفول اللي انا عايزاها اشوف انا هعملها قد ايه. كده هنزل بكميه الفول بتاعتي يا جماعه. الفول بصوا ده يا جماعه انا مدمساه في البيت، حبه فول كده عسل في منتهى الجمال. يا ريت نعمل حاجه بايدينا في بيتنا بتبقى حلوه قوي. وريتكم قبل كده كذا مره طريقه تدميس الفول. انا من الناس اللي ما بشتريش الفول من بره ابدا ابدا ابدا، لازم أنا ادمسه في البيت. هاجي بقى هنا كده خلاص الفول بتاعي استوى وركنته على جنب كده. بقى بحط الفول على الصلصه واسيبهم ايه يسبكوا كده شويه مع بعض، وبعد كده بشيله. هبدا كده ان انا ايه اعمل البيض بقى في السمنه. كده عندي بزود الصلصه بتاعت المسقعه سبكت، زودتها شويه ميه صغيرين واسيبها ايه مع نفسها كده. وعندي هنا كده جبت مع حبه سمنه وحبه زيت او حته زبده وحبه زيت. وهبدا انزل بالبيض اللي انا هحمره، لان انا هعمل بيض متحرك في سمنه حلو قوي يا جماعه. بس برضو ليه تريكات بعمله بطريقه حلوه جدا. بنزل بشويه ملح بسيطه كده، وبنزل عليه تاني بشويه فلفل اسمر وشويه كمون. بجد يا جماعه الكمون بيفرق معاه قوي قوي قوي. ومعلقه معلقه صغيره سنه صغيره قوي قوي شويه كركم. يعني انا حطيت كمون وكركم وملح وفلفل. بصوا يا جماعه بيخلوا بقى البيض طالع كده في منتهى الجمال وريحته حلوه جدا. الكركم مع الفلفل مع الكمون بيدوا ريحه حلوه جدا جدا للبيض. اولا ميزه الكمون والكركم ان هما بيخلوش ان احنا لما ناكل البيض، في ناس عندها القولون بيوجعها. لا القولون يوجعك ولا بطنك تنتفخ ولا اي حاجه خالص. بيبقى في منتهى الجمال بصراحه يا جماعه. جربوا انكم تحمروا البيض بالطريقه دي. وكده خلاص انا خلصت البتنجان بتاعي تمام حمرته في منتهى الجمال. هبدا ان انا كده عندي شويه فلفل رومي بقى كده كانوا في التلاجة، جبتهم قطعتهم كده ترانشات. وجبت فلفل حامي لان انتوا عارفين المسقعه بتحب الفلفل الحامي. وبقلبهم كده تقليبه مع بعض احمرهم هما كمان. وبصوا يا جماعه البيض سايباه يتحمر على العين التانية. بجد يا جماعه كانت اكله حلوه قوي 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 وشبعت بجد بجد. يعني دي الاكله اللي ايه اللي تسند كده تاكل تخليكي تاكلي كتير. حلوه قوي بصراحه. كده هبدا ان انا كانت الكاميرا بتاعتي معلش انا اسفه كانت فاصله ونسيت ان انا اشغلها. كده اول حاجه نزلت بالبتنجان وبعد كده نزلت بفلفل عليه. وبعد كده هنزل بشويه بطاطس وارجع انزل بقيه كميه البتنجان والفلفل بتوعي. وكده انا عملت المسقعه بتاعتي حلوه جدا. هسيبهم بقى على نار هاديه يسبكوا كده بتاع حوالي 5 دقايق مع بعض، عشان البطاطس بالبتنجان بالفلفل يشربوا من بعض. دي يا جماعه المسقعه الشعبي، انا عاملاها ببطاطس وبتنجان وفلفل. جربوا البطاطس مع المسقعه يا جماعه هتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. لكم ان تتخيلوا والله العظيم يا جماعه تاكلوا صوابعكم ورا. حلوه قوي 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 قوي. من كتر حلاوتها انا عايزاكم تجربوها. بجد كان طعمها خرافة واكلة حلوة قوي. وتحسي انك انت عايزة تاكلي كتير ومش فيش حاجة حامية كده ولا اي حاجة. لا لا بجد يا جماعة شغل عالي بجد. ما بحبش اتكلم عن نفسي، انتوا عارفين عشان الحسد يعني ما يحسد المال الا اصحابه. فهبدأ كده ان انا بقى اجيب المعلقة كده واضغط على البتنجان والبطاطس كده عشان اخليهم ايه يشربوا كده بقى من الصلصة التحفة اللي انا عاملاها دي. بصوا يا جماعة اكلة حلوة قوي بجد. والبيض كده اتحمر. ما تنسوش بقى اللايكات، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. كل مرة اقعد اقول لكم ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش وتنسوا برضو ماشي. كده خلاص كده يا جماعة بقى تمام كده. الدنيا خلاص اتظبطت معايا. بصوا البيض بقى شكله جميل ازاي. والبتنجان انا عماله ادوس عليه كده. بصوا يعني بجد بجد والله يعني اكله حلوه قوي. انا ليه بقى سايبه الفيديو كده عشان اوريكم ديت التريكات دي. شايفين انا بخلي الصلصه تشرب ازاي، لان مهمه جدا عشان ما تيجي تاكلي المسقعه بتاعتك ما تحسيش ان طعمها بتنجان لوحده والبطاطس لوحده والصلصه لوحدها. لا كله داخل في قلب بعضه. دي المسقعه الشعبي العاديه بتاعتنا يا جماعه. ما بعملش انا في 500 نوع للمسقعه. في مسقعه بالبشاميل ومسقعه باللحمه المفرومه ومسقعه في الفرن ومسقعه بره الفرن. بس انا برضو مهما تقولولي على المسقعه ما بحبش غير المسقعه الشعبي بتاعتنا العاديه اللي احنا كلنا اتربينا عليها. كده هقيد نار البوتاجاز تاني وابدا ان انا انزل بالفول، لان الفول بتاعي كان بدا يبرد.
قلت اسخنه شويه كمان كده عشان الاكل كله اقدمه مع بعض سخن. بصوا طالع فول بقوطه، فول بطماطم، زي ما انتوا عايزين تقولوا عليه قولوا. بصوا بقى الجمال والحلاوه والروقان دوت. عملت طبق سلطه بلدي، وطبق المسقعه. بصوا بوريكم المسقعه شربت كلها من قلب بعضها ازاي. وطبق فول وبطاطس محمره. وجبت كده ليمون معصفر مع مخلل وحبه جرجير وعيش بلدي وبيض وعيش يا عم بقى. عيش بقى يا جماعه. اقول لكم بقى اترككم في رعايه